ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وراحة بال. طبعا احنا في الصيف، والصيف يعني شمس، وشمس يبقى لازم ان احنا نحمي بشرتنا من اشعة الشمس الضارة. وعلشان كده النهاردة انا هعمل لكم ريفيو عن نوعين من الصن بلوك انا جربتهم، وهقول لكم عن رأيي فيهم بصراحة. بس قبل ما نبتدي الريفيو بتاعنا، يا ريت لو لسه ما اشتركتيش في القناة تعملي سبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. وزي ما قلت لكم انا معايا 2 برودكت من الصن بلوك، معايا ديرماتيك وبوباي. وطبعا كلنا عارفين ان احنا قبل ما نتعرض للشمس، سواء كنا خارجين او رايحين البحر او البسين، لازم ان احنا نحمي بشرتنا بنوع يكون كويس جدا من الصن بلوك، طبعا علشان ما يجيبش نتيجة عكسية على بشرتنا. هتكلم الاول على اول برودكت معايا وهو بوباي. ده شكل العلبة بتاعته زي ما انتم شايفين، ومكتوب عليها ان هو بيحمي من الاشعة الفوق البنفسجية الضارة. وده شكل العلبة بتاعته من جوه. هنلاقي مكتوب عليه ان ال SPF اللي هو مستوى الحماية 45، وهو للفيس اند بودي، يعني للوش وللجسم، وممكن نستخدمه على وشنا وجسمنا. وكمان ان هو لوشن، وطبعا في منه كمان جل. بس مكتوب كمان عليه ان هو بيدي حماية مثالية من اشعة الشمس، ومش بيدي اي ملمس دهني خالص، وبيقاوم المية، يعني ممكن نستخدمه في البحر او في البسين. كمان ان البشرة بتتحمله بطريقة ممتازة جدا، وان هو بيحمي البشرة من اي حروق للشمس. كمان زي ما انتم شايفين كده مكتوب عليه ان هو لجميع انواع البشرة، وان هو كمان مقاوم للمية، يعني نستخدمه عادي جدا قبل ما ننزل البحر او ننزل البسين زي ما قلت لكم. وده شكل اللوشن من جوه. هو كريمي كده وناعم جدا وخفيف، ويعني والملمس بتاعه مش دهني. واول ما بنحطه على البشرة وندعكه كده بالراحة، بيمتص بطريقة سريعة، ومش بيدي اي علامات بيضاء. وكمان هو موجود فيه فيتامين ه، وكمان موجود فيه زيت خروع، فعلشان كده طبعا هو برضو بيغذي ويرطب البشرة. اما بقى بالنسبة لطريقة استخدامه، فهو مكتوب ان بيتحط قبل 20 دقيقة من التعرض للشمس، وان احنا بنكرر الخطوة دي كذا مرة يعني، بس مش محدد كل قد ايه. وكمان نحطه قبل ما ننزل المية وبعد ما نخرج منها. بس المشكلة اللي فيه بقى ان هو مكتوب عليه ان هو فيه مضادات اكسدة، يعني مع الاستخدام المتكرر لون البشرة مش بيغمق او كده. لكن انا لاحظت ان هو مع الاستخدام المتكرر هو بيغمق لون البشرة وبيأكسد، يعني بعد ما بتحطيه بحبة قليلين بتحسي ان بشرتك كده لونها اغمق وبتعرق كتير. اما بقى البرودكت التاني اللي معايا وهو ديرماتيك، الاس بي 5 بتاعه بلس 50، ودي نسبة معقولة جدا من الحماية. وكمان هو خالي من الزيوت، وده بيخليه مناسب جدا لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة. وكمان هو خالي من البارابين والسيليكون. اما بقى للإفكت بتاعه، فهو بيقلل اللمعان كويس جدا، ومش بس كمان بيقلل اللمعان، لا ده بيتحكم كمان في لمعان البشرة، وبيرطب البشرة وبيحميها من الأشعة الضارة بتاعة الشمس. واما بقى بالنسبة للاستخدام، احنا بنحطه قبل ما نتعرض للشمس، يعني بنص ساعة اقل حاجة. وكمان بنكرره كل ساعتين، يعني مش بنحطه وبس كده، لا احنا بنحطه وكل ساعتين نعيد تاني ان احنا نحطه تاني. او طبعا لو بننزل البسين او البحر بنحطه، وما بنطلع بنكرره كده يعني. اما بقى بالنسبة لحجم العبوة، زي ما انتم شايفين هي العبوة بتاعته صغيرة، هو 50 ملي، يعني حجمه قليل جدا بالنسبة طبعا سعره، وبالنسبة لو قارناه ببوباي الحجم بتاعه اكبر طبعا بكتير، العبوة بتاعته 120 ملي. وده بيكون شكل الكريم والملمس بتاعه. هو عبارة عن بخاخ كده، والكريم برضو ناعم جدا وبيمتص في البشرة بسرعة جدا، وفعلا برضو مش بيدي اي علامة اي علامات بيضة او بيدي اي ملمس دهني. بس هو لو حطيناه مع الوقت لونه ما بيأكسدش زي بوباي، ودي الميزة اللي انا حسيتها فيه. كمان زي ما قلت لكم ان بوباي اول ما بتحطيه، يعني بعد نص ساعة كده او اول ما بتتعرضي للشمس، بتلاقي وشك بيعرق بطريقة رهيبة. وزي ما قلت لكم قبل كده انتي بتستخدميه وبتكرريه كل ساعتين.
فبصراحة الديرماتيك أنا شايفاه إن هو أحسن بكتير من البوباي، خصوصا إن هو ما بيأكسدش لون البشرة، وكمان ما بيسببش أي تعرق للبشرة، وكمان لأن هو موجود فيه فيتامين إي وكمان فيه بنسينول، فبرضه هو بيعتبر مرطب للبشرة، يعني ما بتحتاجيش إن انت تستخدمي معاه مرطب. أما بقى بالنسبة للسعر، فبوباي هو سعره 100 جنيه والديرماتيك هو سعره 300 جنيه، بس ممكن تشتريه في عروض بيكون سعره أقل من كده، وطبعا فرق الحجم مع السعر باين جدا ما بين الاتنين. وفي نهاية الريفيو بتاعنا النهاردة هنصحك لو انت من أصحاب البشرة الدهنية أو المختلطة انك تستخدمي الدراماتيك، أما لو انت من أصحاب البشرة الجافة أو العادية ممكن تستخدمي البوباي، على الرغم من ان هو زي ما قلتلكوا بيأكسد بعد شوية من استخدامه، وان هو كمان بيسبب تعرق للبشرة، بس ممكن التعرق واللمعان ده ما يبقاش باين قوي في البشرة الجافة، فانت على حسب بشرتك هتختاري ما بين الاتنين. وفي نهاية الريفيو بتاعنا النهاردة أتمنى أن أنا أكون قدرت أساعدكم وأن تكون المعلومة وصلت لكم صح، ولو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة.